ممكن تعرفي تعيطي امتى مع مين، مش بس على ركنة عربية، لانه ده له دلالات تانية. انت جواكي ممكن يعني يبقى شحنة كبيرة من الألم النفسي في حاجات تانية، بس بيطلع في كل ما هو له علاقة باللي متخزن جوه. كلمة الحق، أخد حقي. هي أخدت ركنة عربية، مش يعني عادي ركنة عربية عشان هي قلة الذوق، عشان احنا في عشوائيات كبيرة، يعني ليها معاني كتيرة قوي. احنا ممكن نقول والله زي خلاص شبعتي بالركنة، طب يا ستي الله يبارك هتتكلبش على فكرة، فاهماني ازاي؟ يعني ممكن واحد يضحك مع نفسه ويدير الموقف ازاي، لكن انتي رحتي زنقة الموقف في ايه؟ اخدت حقي، فخبطت في حته افوره جامده قوي، اديتيها معنى. ودي كلمه الحق في الملف بتاع الحق اللي عندك اللي متخزن، اللي ممكن يبقى مصاحب ليه ان حقوقك متاكله في حاجات تانية مؤلمه. فكلمه الحق راحت ضربه في الحته دي. نترجم الكلام ازاي؟ مش كل شعور ممكن يبقى بالحجم، هو ممكن يبقى شعور ابسط من كده، ممكن يبقى التعبير عنه اهدى من كده، ممكن تبقي انت بتعملي تفسيرات، ممكن ياخدك في سكه كرتونيه ان انت تتخيلي ان الست دي جت فلقت انه في عربيه راكنه صف تاني فقافله عليها، طب الحمد لله، او انه طب مش مشكله نصيبها، جايز هي مستعجله، جايز فيها حاجه، جايز خلاص نصيبها، الركنه رزق، خلاص رزقي في حته يعني. ما انا بدي معاني، بدي كلام تاني بتعود عليه تدريب، ده بقى تدريب مهارات، بحيل النفس بالظبط، بفلسف الحاجات لنفسي اوكي عشان تبقى لصالحي. ما دي مهاره. الحياه قد تكون مش سهله على ناس كتير، ولكن نظرتنا، طريقتنا في اداره الحياه، احنا بنفلسف ده ازاي، بنترجمه ازاي، دي شغلنا احنا. نعملها ازاي بقى؟